أهلا بيكم. في حلقتنا النهاردة هنفك شفرة موضوع ممكن يبان معقد، وهنتكلم عن أداة اسمها كاموندا 8 وإزاي بالظبط بتقدر تنظم العمليات المعقدة في أي بزنس. طيب، خلينا نبدأ بالمشكلة الأساسية اللي بتواجه شركات كتير جدا: الفوضى. فوضى تنسيق المهام بين أنظمة وفرق عمل مختلفة. الموضوع عامل بالظبط زي ما تكون بتقود أوركسترا كل عازف فيها بيعزف لحن مختلف تماما. النتيجة لخبطة وصداع. وهنا بقى بيجي دور كاموندا 8. كاموندا 8 هي المايسترو اللي بينظم السيمفونية المعقدة دي. هي منصة مصممة مخصوص عشان تنظم وتعمل أتمتة للعمليات اللي بتدخل فيها كل حاجة، ناس وأنظمة كمبيوتر وحتى أجهزة. والمنصة دي بتيجي في شكلين، وكل شكل بيخدم هدف معين. في نسخة السحابية أو الساس، ودي للي عايز يبدأ بسرعة وبأقل مجهود تشغيلي. وفي النسخة اللي بتستضيفها بنفسك أو السيلف مانجد، ودي للشركات اللي محتاجة تحكم كامل في كل تفصيلة في البنية التحتية بتاعتها. طيب، كاموندا 8 بتقدر تعمل إيه على أرض الواقع؟ واحد من أكبر التحديات اللي بتحلها هو تنظيم المايكرو سيرفيسز أو الخدمات المصغرة. تخيلوا إن عشان عملية واحدة تتم، في عشرات التطبيقات الصغيرة المستقلة لازم تكلم بعضها. كاموندا بتضمن إن كل دول يشتغلوا مع بعض في تناغم عشان نوصل للهدف النهائي من غير ما حاجة تقع في النص. والحاجة العبقرية هنا هي قدرتها إنها تدمج بين الأتمتة والتدخل البشري بسلاسة. يعني مثلا العميل بيقدم طلب أونلاين، دي خطوة أوتوماتيك. الطلب ده بيروح للموظف عشان يراجعه، دي مهمة بشرية. بعد الموافقة النظام بيبعت أشعار بشكل آلي، فكده سير الشغل المعقد ده مش بيعطل وهو مستني شخص يتدخل. والاستخدامات بتمتد لأكتر من كده بكتير. يعني ممكن تساعد في تحديث أنظمة قديمة جدا في الشركة، أو لو في روبوتات بتعمل عمليات معينة هي تقدر تنظمها وتراقبها. وممكن كمان تكون هي المنصة المركزية اللي بتدير كل عمليات الأتمتة في الشركة كلها. أوكي، خلينا ندخل أعمق شوية ونشوف إيه اللي بيخلي كاموندا 8 بالصلابة والقوة دي. هي من الأول خالص مصممة عشان تستحمل ضغط ومتطلبات الشركات الكبيرة جدا. القوة دي بتيجي من حاجة اسمها التوسع الأفقي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدل ما نكبر الجهاز نفسه، لأ، إحنا بنضيف أجهزة جديدة تشتغل جنب بعضها، فكل ما الضغط يزيد نزود جهاز. ده غير إنها سريعة جدا لأنها مش بتعتمد على قاعدة بيانات خارجية. والنقطة الجوهرية هنا هي المرونة والمتانة. النظام ده مصمم عشان لو حصل أي عطل سواء في جهاز أو في السوفت وير نفسه يقدر يقوم تاني بسرعة جدا، والأهم من غير ما يفقد أي بيانات وبأقل وقت توقف ممكن. وهنا بقى في حتة عبقرية بتوضح إزاي كاموندا بتبني جسر بين الناس بتوع البيزنس والناس بتوع التكنولوجيا. هي بتستخدم معيار عالمي اسمه BPMN، وده ببساطة لغة مرسومة زي خرائط التدفق كده. الكل يقدر يفهمها ويتكلم بيها عشان يصمموا شكل العمليات سوا. ودلوقتي يلا بينا نفتح الصندوق ونشوف إيه هي المكونات الأساسية اللي بتشتغل مع بعضها عشان تدينا كل القوة دي. البداية كلها بتكون من الموديلر، نقدر نعتبره اللوحة أو المخطط الهندسي اللي بنرسم عليه العمليات بتاعتنا وبنتفق على شكلها النهائي بين كل الأقسام. بعد ما المخطط يكون جاهز بيجي دور محرك سير العمل اللي اسمه زيبو. ده هو الموتور الجبار اللي بياخد الرسمة دي ويحولها لواقع وينفذ العمليات دي على نطاق واسع وبأداء عالي جدا. طيب، لو في خطوة محتاجة بني آدم يشتغل عليها، هنا بيجي دور التاسك ليست. دي عبارة عن صندوق مهام مركزي بيضمن إن كل شخص في العملية دي عارف بالظبط إيه اللي مطلوب منه يعمله. وطول ما العمليات دي شغالة لازم نكون شايفين كل حاجة. أداة أوبريت هي غرفة التحكم، بتدينا رؤية مباشرة ولحظية لكل اللي بيحصل عشان نقدر نحل أي مشكلة تظهر في وقتها. وأخيراً، بعد ما العمليات تشتغل، إزاي نعرف إننا ممكن نحسنها؟ أداة Optimize بتقدم لوحة تحليلات، بتدينا أرقام وتقارير واضحة بتورينا فين نقط القوة وفين الفرص اللي ممكن نحسن فيها الأداء بشكل مستمر. فالخلاصة هنا إن كاموندا مش مجرد أداة، دي منظومة متكاملة. هي بتجمع بين التنظيم الشامل لكل حاجة وبنية تحتية مرنة تشتغل مع أي نظام، والأهم إنها بتخلي كل الناس في الشركة من البيزنس للتطوير يتكلموا نفس اللغة. وده بيوصلنا لسؤال أخير نفكر فيه: بالقدرة على تنظيم أعقد العمليات دي، تفتكروا إيه هي أهم عملية في بيئة العمل بتاعتنا مستنية المايسترو اللي ينظمها ويطورها؟